السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفتكر ليه بنزهق من نفس الروتين كل يوم؟ يعني ليه لما بنسمع نفس التفاصيل بنفس الشكل بنفس الترتيب بنحس إننا تايهين؟ وهو الروتين فعلا ممل ولا إحنا اللي مخنا مش متبرمج يعيش على التكرار؟ أهلا بيك، أنا عبد الرحمن يحيى، والنهاردة هنتكلم ليه بنزهق من الروتين كل يوم. حط لايك واشتراك للفيديو وتعالى نشوف الموضوع ده سوا. أول حاجة لازم تعرفها إن مخ الإنسان متبرمج يدور على الحاجة الجديدة دايما. العلماء بيقولوا إن المخ فيه حاجة اسمها نظام المكافأة أو الريورد سيستم، وده جزء من الدماغ بيشتغل كل مرة لما بنجرب حاجة جديدة أو لما بنشوف منظر مختلف. المنطقة دي بتفرز مادة كيميائية اسمها الدوبامين، ودي المسؤولة عن الإحساس بالمتعة والتحفيز والحماس. بس لما اليوم بيبقى شبه اللي قبله المخ بيبطل يفرز الدوبامين بنفس القوة، فبيحصل اللي بنسميه التعود العصبي، وده معناه ببساطة إن المخ بيبدأ يتجاهل كل اللي متكرر. وساعتها بنحس بالزهق، مش لأن الروتين وحش، لكن لأن المخ فقد الإشارة اللي بتقوله في حاجة مختلفة هنا. طب ليه بيعمل كده؟ المخ عنده هدف أساسي إنه يوفر الطاقة، يعني كل حاجة بتتكرر بيحولها لوضع أوتوماتيكي علشان يسيب التركيز للحاجات المهمة والخطيرة. بس الغلط إننا ساعات بنعيش حياتنا كلها على الوضع الأوتوماتيكي ده، فنلاقي نفسنا بنعدي الأيام من غير ما نحس بيها. في علم النفس كمان في نظرية اسمها أودوبيتيشن ثيوري أو نظرية التكيف، بتقول إن الإنسان بيتأقلم بسرعة على أي حاجة حتى لو كانت جديدة، وده سبب إن أي تغيير في الأول بيبهرك، بس بعد شوية تحس إنك رجعت للملل تاني. يعني حتى لما تغير شغلك أو لما يجيلك فرصة إنك تسافر، بعد فترة المخ بيتأقلم والإحساس بالجديد بيختفي، فنرجع تاني ندور على أي حاجة تانية تبهرنا. وفي تفسير تاني من علم الأعصاب بيقول إن الزهق بيحصل لما التواصل بين منطقتين في المخ بيقلوا، منطقة اسمها بروفينتال كورتاكس اللي هي القشرة الجبهية والمسؤولة عن التفكير والخيال، ومنطقة اسمها هوبوكامبوس والمسؤولة عن الذاكرة والتجديد. ولما التواصل بين الاتنين دول يقلوا المخ ما بيبقاش قادر يخلق أفكار جديدة، فبيفقد الإحساس بالإثارة، فبنعيش في دايرة التكرار. بس الغريب بقى إن الروتين نفسه مش عدونا، بالعكس ده هو اللي بيدينا الإحساس بالأمان والنظام وبيخلينا ننجز ونعيش في استقرار. المشكلة مش في الروتين نفسه، المشكلة إن الروتين من غير تجديد ولو حتى حاجات بسيطة بيبقى خالي من المعنى. وساعات كمان الزهق بيكون علامة إن في نقص في التحفيز الذهني. العلماء بيقولوا إن المخ محتاج تحديات بسيطة كل يوم علشان يفضل نشيط ويفرز هرمون السعادة، وده اللي بيسموه في علم النفس فلو ستيت أو حالة التدفق، اللي هي الحالة اللي بتحس فيها إنك مندمج تماما في اللي بتعمله. بس لما كل حاجة بقت مكروهة وما فيهاش تحدي المخ بيخرج من الحالة دي، وساعتها بتحس إن اليوم بطيء والحياة تقيلة. طيب نرجع للسؤال المهم، نعمل إيه في الموضوع ده؟ الحل مش إنك تهرب من الروتين، الحل إنك تضيف جواه شوية تحفيز. يعني جرب تعمل حاجة جديدة حتى لو بسيطة، خلي في كل أسبوع حاجة أول مرة تعملها، حتى لو هتمشي في طريق مختلف وأنت رايح شغلك أو مشوار. الكلام ده بيحفز منطقة في المخ اسمها النيكولاس أوكوبينوس أو النواة المتكئة، ودي اللي بتتحكم في شعور الراحة والحماس. لو بتفكر من الناحية النفسية الملل بيقل جدا لما يكون عندك هدف واضح، لأن الهدف بيخلي الروتين جزء من معنى أكبر. المشكلة مش في تكرار الأيام، المشكلة إننا بننسى ليه بنعمل وإيه اللي بنعمله. في نقطة مهمة العلماء أثبتوها، قلة النوم والأكل الغلط بيأثر على الدوبامين بشكل مباشر، يعني جسمك نفسه ممكن يخليك تحس بالملل من غير سبب واضح. فاهتم تنام كويس وتشرب مية وتتحرك كل يوم شوية، لأن النشاط البدني البسيط بيزود إفراز الهرمون السعادة اللي هو الأندروفين، لأنه بيقلل الإحساس بالروتين والزهق. وفي الآخر لازم تفهم إن الزهق مش عدو، هو رسالة من جسمك وعقلك إنك محتاج تعمل حاجة مختلفة، يمكن مش علشان تغير حياتك كلها بس تغير نظرتك ليها. جرب تعمل حاجة جديدة مهمة لو حتى صغيرة، وافتكر دايما اللي بيقتلنا مش التكرار، اللي بيقتلنا إننا بننسى نحس بالحياة جوه التكرار. بس كده، قبل ما أقفل الفيديو لو في سؤال محيرك اكتبولي في التعليقات وإن شاء الله هجاوب عليه. بس كده خلصنا، سلام.